بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة عايزين نتكلم على صلة العبد بربنا سبحانه وتعالى. الحديث قدسي كده بيبين مراتب الصلة بين العبد وربه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما يتقرب إلي عبدي بشيء أحب علي مما افترضت عليه. يعني يعني ما فيش حاجة تقرب بيها عبدي ليا كويسة أكتر من أحب إلي، يعني أنا باللي أنا افترضت عليه، يعني الصلاة والصوم والحج والشهادتين والزكاة، الحاجات اللي هي أركان الإسلام. وما زال يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحبه، فإن أحببته صرت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يبطش بها، ورجله الذي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. طبعا الحديث ده بيورينا ان في مقامين بين العبد وربه سبحانه وتعالى. مقام القرب اللي هو بالفرائض. ناس كتير قوي تسألها يقول لك يا عم ما انا بصلي وبصوم ومش عارف ايه، هل ده كل حاجة؟ ده مقام، يا رب ربنا يثبتنا على مقام القرب، حتى ده مقام كبير انك تثبت على الفرائض، ده مقام لربنا سبحانه وتعالى. لكن اللي بقى المقام الحب بقى اللي هو فيه أولياء الله الصالحين، اللي هو بيتقرب بالنوافل. النوافل بتبقى من جنس الفرائض، يعني مثلا الزكاة نوافلها الصدقة، الحج نوافل العمرة، الصلاة الفرض نوافلها النوافل بتاعتها السنن، الصلاة السنة صلاة السنة، الصيام شهر رمضان هو الفرض، وأي حاجة بعده دي سنة أو نوافل. لو وصلت بقى لمقام الحب، طبعا مع الإصرار والمجاهدة مع النفس، يعني جهاء النفس دايما أمارة بالسوء، وعندك الهوى والفتن وكل والشيطان ووسوسة الشياطين، يعني حاجات كتير جدا بتجاهدها عشان تقدر انك تثبت حتى على المقامات دي، سواء القرب او حتى الحب. لو وصلت مقام الحب بقى خلاص بقيت بتسمع. يعني ايه سمعه الذي يسمع به؟ يعني انت تسمع حاجات ما يسمعهاش غيرك، خوارق بقى وكرامات، تشوف حاجات ما يشوفهاش غيرك، بصيرة. ممكن يعني زي ما قلنا دي خوارق، يده التي يبطش بها، ورجله الذي يمشي عليها أو يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، يعني الدعوة المستجابة، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. في ناس تقول لك، يعني بعض الأولياء يقول لك يوجد من الناس من تقضى حوائجهم قبل أن ترفع حواجبهم، يعني قبل ما ينطق خالص، يا دوبك بس لسه هيقول يا رب تكون الحاجة بتاعته اتقضت. فما نستهينش بحد، وما حدش يعرف مقامنا عند ربنا سبحانه وتعالى. يا رب ربنا يحسن ختامنا ويدخلنا في مقام القرب، ويجعلنا نحب من وصل إلى مقام الحب، لأن المقامات دي عالية جدا. وأنا في رأيي يعني البسيط إن علاقتك بربنا سبحانه وتعالى قايمة على العلاقة السرية بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. يعني في حاجات انت بتعملها في العلن بينك والناس شايفاها، ممكن الصلاة، ممكن الزكاة، ممكن الصوم، حاجات دي الناس شايفاها بعينيها، ممكن يكون فيها جزء من الرياء. لكن الحاجات اللي بتعملها محدش يعرفها غيرك انت وربنا سبحانه وتعالى، هي دي اللي بتحدد، او العلماء اللي بيقولوا الخبيئة، او الحاجة السرية اللي انت بتعملها بينك وبين ربنا محدش يعرفها عنها حاجة، دي اللي بتحدد مدى قربك او بعدك من ربنا سبحانه وتعالى. في ناس ربنا يهدينا ويهديهم،
أول ما بيخلوا بمحارم الله بينتهكوها، اللي هي بيعملوا ذنوب الخلوات، ودي طبعا بتنذر بسوء الخاتمة. يا رب ربنا يحسن ختامنا جميعا، احنا وهم وجميع المسلمين يا رب. ودي حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم لما قال في الحديث ان في مما معناه طبعا ان في ناس هيجوا بذنوب كالجبال وتختفي فجأة وتنهار فجأة، والحاجة اللي نسفتها هي ذنوب الخلوات. فإذا أما تختلي بحرمات ربنا أو بربنا سبحانه وتعالى وتعمل حاجة خير أو تعمل حاجة بينك وبين ربنا ما حدش يعرفها بس غير ربنا سبحانه وتعالى، دي بتحدد بنسبة كبيرة جدا علاقتك بربنا سبحانه وتعالى. ربنا ينفعنا بما علمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، ويحسن ختامنا، واجعل آخر ما كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.